السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قبل بداية الفيديو أطلب منكم أن تدعوا مع أشقائنا العرب كل من تركيا وسوريا بالدعاء بعد الفاجعة التي حصلت. اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. استأنفت أمس مباريات دوري أبطال أوروبا بعد أن توقفت نهاية العالم الماضي قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر. وانطلقت الجولة الأولى من دور 16 مساء الثلاثاء مع مواجهات قوية بين الأندية الصاعدة من دور المجموعات. وفي هذه الجولة فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه الفرنسي باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بنتيجة من 1-0. وأحرز هدف المباراة الوحيد كين غزلي كومان في الدقيقة 53. وبهذه النتيجة يكون باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي قد خسر آخر 3 مباريات في شتى المسابقات. هذا راجع إلى مردود مبابي في الهجوم الباريسي، والذي غاب عن مواجهة بايرن ميونخ بداعي الإصابة أمام مونبيلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 3-1. بهذه النتيجة يغيب كيليان عن مباراة بايرن ميونخ الألماني في دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا. أبدى المدافع الباريسي راموس أداء فردي خرافي، وقدم مستوى خيالي أمام ميونخ رغم خسارته ب1-0. لأن هذا لم يتوقف هنا. ظهر سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان غاضبا بشدة بعد نهاية المباراة. فأثناء توجه لاعبي باريس سان جيرمان نحو مدرجات الجماهير من أجل تحيتهم على المساندة والتشجيع، أقدم المدافع الإسباني الدولي على تصرف غريب. ففي طريقهم للتوجه لتحية الجمهور ارتطم في ظهره مصور ليقوم النجم الإسباني بدفعه بشكل عنيف. انتشر المقطع كانتشار النار على الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق جدلا واسعا حول أخلاق راموس وغياب الروح الرياضية. لكن راموس لم يكترث للأمر، وجاء في ندوة صحفية لم يتوقف الأمر. لا زلنا في سباق، سنعطي كل شيء في الإياب. في نظركم هل كان تصرف راموس أخلاقي بعد نهاية المباراة رغم الخسارة؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات. شكرا لكم وأراكم لاحقا. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.